يا صباح الخير، صباح الهنا، صباح الرضا او مساء الرضا على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. النهارده هنعمل واحده من ألذ واسرع الوصفات حرفيا في 10 دقايق. مش بقول 10 دقايق كده بالظبط واضحك عليكم، لا بالظبط 10 دقايق هتقومي تجهزيها لاولادك. بيسموها بقى فطيره احمد امين، يسموها زي ما يسموها. انا كان في يوم كده عندي لفه جلاش كده، فقمت اعملها لهم حاجه حلوه. عملت الوصفه دي مره قبل كده بس كانت فطيره مدوره، والله العظيم كانت من اختراعاتي. ولكن بعد كده شفت ان هم بيعملوها فطاير بالشكل اللي قدامكم ده، وبتتباع بره بالغالي، فقلت ليه ما جربهاش كمان مره كده بالشكل اللي احنا شايفينه، المربعات اللي قدامكم ده، وتزينوها باي حاجه موجوده عندكم. وهنسقيها باللبن. الجمال اللي قدامنا ده ما خدش بالظبط قدامي 10 دقايق وكانت خلصانه. حطوا لي لايك وسبسكرايب للقناه، واللي لسه ما اشتركش معانا في القناه من فضلكم يشترك. جبت لفه جلاش، وزي ما قلت قبل كده انا بحب لفه الجلاش بتاعي السوق اللي هي من الافران او المخابز، بتكون حلوه جدا جدا وماسكه بعضها. بجيبها من السوبر ماركت ما بتوفقش فيها خالص، وبتكون مفروكه كلها. اي نوع تجيبه بلاقيه كده. دي بجيبها من السوق او من الافران المخابز. حطيت 2 على بعض، وحطيت بين كل رق ورق كده دهنته بالسمنه. طبعا مش عايزه اقول لكم ان ريحه السمنه كده فيها وهي بتتخبز طعمها فوق الخيال، وريحتها فوق الخيال. هطبق ورقتين ورقتين، هعمل ورقتين بس. فطبقت ورقتين ورقتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودهنت سمنه وبرصها في الصينيه جنبي، وهتشوفوها دلوقتي حالا. بطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده وارصها في الصينيه. عملتها قبل كده على القناه، كانت والله من اختراعاتي او من دماغي ان انا عملتها بالشكل ده. عملتها على هيئه فطيره بالظبط، يعني رصيت الجلاش كده في الصينيه كاني بقى هعمل جلاش باللحمه او جلاش باي حاجه، ورصيته دواير دواير، ولكن ما حشتهوش حاجه، ودخلته في الفرن. وبعد لما استوى سقيته باللبن وزينته باللي عندي. بصوا يعني كل اللي عندي في البيت انبهر بيها، حرفيا انبهر بيها. ولكن بعد كده عرفت ان هي بتتباع غالية جدا. مش عارفة هي دي فطيرة احمد امين ولا ايه، والله ما سرشتش بصراحة، بس شفتها في عنوان قبل كده بس بنفس الشكل اللي انا بعمله ده. خلاص خلصتها وحطيتها جنب بعضها كده، ودهنتها سمنه. الحته الكبيره دي بقول لكم ديت خدت 3 ورقات، كانوا فايضين بقى خلاص، ورقه كمان فايضه فقلت احطها، فكانت كبيره شويه عنهم. هدخلها الفرن طبعا على درجه حراره عاليه مش هاديه، هتقعد معايا في الفرن من 10 دقايق لربع ساعه. 10 دقايق بالظبط هتكون طالعه. هنا بقى عملت التشريبه بتاعتها. جبت كوبايتين من اللبن كانوا دافيين شويه، وحطيت عليهم السكر اللي انت تحبيه. حطيت 2.5 معلقة سكر. وهنا هحط التزيين بتاعنا اللبن والجوز الهند والزبيب اللي هزينها بيه. والتشريبه كده خلصانه عندي. اول ما تخرج من الفرن وهي سخنه كده مولعه هسقيها بالتشريبه. شايفين ما شاء الله تحفه. ممكن على فكره تسقيها بالعسل او الشربات، ممكن ما تسقيهاش خالص وتسيبيها تطرى معاكي وتاكليها بعسل باي حاجه. شايفين جمال وطعمها حلو جدا وريحتها حلوه جدا جدا يا جماعه. وريحه السمنه البلدي فيها فايحه كده ونايحه. بصوا بقى لما حطيت اللبن، انتوا هنا هتحسوا ان اللبن كتير، بس 5 دقايق بالظبط وهيختفي خالص وهتطرى وتبقى طعمها حلو جدا جدا. وانتي وذوقك برضو، عايزه نص كميه اللبن ديت، عايزاها كلها، عايزه تكتري على حسب مزاجك. هغطيها بقى هنا واسيبها بالظبط 5 دقايق 7 دقايق تكون اتشربت كل اللي فيها، وتزينيها وتاكليها بالف هنا والشفا على قلبك وقلب ولادك، هينبهروا بيها بجد. شايفين ما شاء الله كانت اتشربت اللبن وطريه جدا. عايزه اقول لكم ان القطعه دي بره بتتباع بمبلغ، يعني كل الصينيه هنا عندي ما اتكلفتش 40 جنيه باللبن. يعني كل دول ما شاء الله الله اكبر. 6 قطع كبار جدا، القطعه كبيره على فكره، والقطعه تشبع جدا. يعني لفه الجلاش باللبن ب40 جنيه بالكتير، او قول 50 جنيه. القطعه الواحده بتتباع بره ب30 جنيه تقريبا، وبتكونش بقى يعني مضمونه او لبن صافي. انتي عاملاها بلبن صافي في البيت والسمنه وعاملاها بايدك، وبجد ولادك هينبهروا بيها. حلوه جدا جدا ومشبعه جدا جدا، واي حاجه حلوه ولادك هيعوزوها تقومي بالظبط في 10 دقايق هتكون خلصانه.
يا رب ما اكونش طولت عليكم في الفيديو. انا حاسه ان انا رغيت كتير، مع اني قلت مش هتكلم كتير في الفيديو ده، بس للاسف برضو اتكلمت كتير. اللي وصل معايا لحد هنا يحط لي لايك وكومنت حلو من قلبه، واللي لسه ما اشتركش معانا في القناه يعمل سبسكرايب للقناه. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم.